اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. هذه الحلقه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نشوفوا في هذه الحلقه ردة فعل ديال الجماهير العربيه حول المباراه اللي جمعت المنتخب الوطني المغربي مع ليسوتو اللي انتهت لصالح المنتخب الوطني ب1-0. هاد اللقطات هادو غادي نشوفوهم مجموعين، واكيد انا عندي تعليق عليهم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تشاركوني بلي كومونتير، والراي ديالكم جد مهم في هذه الحلقه اللي كنتمنى انكم توصلوا معايا الى الاخير. دعمونا بلايك والاشتراك في القناه، شكرا لكم، وغادي نبداو على بركه الله. لحظة إدراك إن أنا كنت لسه هعمل فيديو أقول فيه أخيرا المغرب اتعادل، أخيرا في منتخب قدر يقف قصاد المنتخب المغربي وتعادل معاه حتى ما كسبوش. إبراهيم دياز بيخطف هدف للمنتخب المغربي في آخر دقيقة. هو في إيه؟ خف جمدان شوية بقى، ومحدش قدر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفتي هاد الناس بحال هادو لا حول ولا قوه الا بالله. انا تنقول من شر حاسد اذا حسد، راه ماشي تشجيع وراه ماشي ضحك. هادو ناس حاسدين حاقدين، هذا ماشي طريقه باش كنتكلم الانسان على منتخب، هذا ماشي طريقه باش زعما راك كتضحك ولا شي حاجه. بالعكس انا غادي نقول يا لطيف من شر حاسد اذا حسد. عليك الدرجه دي في ايه؟ اتعادل، حتى ما بنقولش تخسر، اتعادل. المنتخب ده ايه يا جدعان؟ قوه مرعبه، جبار، مفيش منه. اهدوا شويه علينا. الكوره مكسب وتعادل وخساره، انتوا مكسب بس، بتكسبوا بس. انا كنت كنتمنى تهضر على الفريق المصري ديالك، كنت كنتمنى انك تقدم لنا الفريق المصري ديالك والقوه الضاربه ديال الفريق المصري ديالك اللي عنده حتى هو 7 ديال الالقاب افريقيه، والان يعني المقابلات كينتصر فيهم، وعنده حتى هو مدرب محلي ديالو المدرب الوطني المصري، وكذلك عندكم لاعبين متميزين وممتازين وكيسجلوا وكيربحوا حتى هما ب3 وبكثر ديال الاهداف. الله يهديكم، خليوكم على المنتخب المغربي. شكو الله. في ايه؟ محدش يقول لي 5 في عينيكم وما شاء الله والكلام ده كله. الواحد مهما حسدكم ومهما ركز معاكم بتكسبوا برضه، مهما الواحد ركز معاكم بتكسبوا برضه. خفوا جمدان شويه وابعدوا علينا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نجيبوا كاس العالم. ما حدكم نتوما معانا، شكوا الله، وانتوما دايرين التابعه. شكوا الله. دابا حتى 1-0 ما ننتصرش ب1-0 مع ليسوتو اللي هي 149 على مستوى العالم و45 على مستوى الافريقي، كلاسمون التالي كاع، ويلا قدرنا نربحوها ب1-0. واخا هكاك تابعينا نتوما. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تخلونيش اقطع هدومي بقى واقلعها وامشي في الشارع من غير هدوم. ابراهيم دياز بالوقت القاتل، هل يستطيع احد توقيف منتخب المغرب ومعهم اسود واسد من الاسود؟ ابراهيم دياز صعبه، هتقلي شو الاسباب. معهم فتى مدريد، معهم اسد مدريد. ابراهيم دياز اريد ان امثل منتخب المغرب، فعلها وسجل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا هذا الشيء هذا المهم مش غادي نقول لكم. المهم شوفوا نتوما كذلك اللي كتستنصوا لهذا الفيديو وكتسمعوا هذا الفيديو هذا وكتشوفوا هذه اللقطات هادو، لله لما قولوا لي في الكومونتيرات واش انا غلطه اللي كنهضر هكا وكنتقلق هكا ملي كنسمع على المنتخب المغربي هاد الطريقه وردود الافعال بحال هكا من هذا العالم هذا العربي، وماشي غير العالم العربي، حتى الافارقه، حتى دول اخرى. يعني صباح من نهار اللي خدينا 4 يعني المرتبه الرابعه في لاكوب دي موند، وهما يعني حاطين العين ديالهم، ما كيهضروا حتى شي على شي منتخب. انا بعدا فوق ما كنشوف شي قناه ولا شي حاجه تلقاها تهضر على المنتخب المغربي وعلى اللاعبين المغاربه وعلى شجنا. دابا هذا الشيء بالسلامه والعافيه، حنا ربحنا غير ب1، ما كان صدقنا رابحين بشي 4 ولا 5. العالم الله شنو غادي يديروا عاوتاني كان عالم الله. وسجل وجاب 3 نقاط الأهم والهدف القاتل الوحيد. إبراهيم دياز في كل مباراة لازم أسجل لمنتخب بلدي، لازم أسجل لفرح شعب المغربي، وفعلها. هل يستطيع أحد منافسة منتخب المغرب؟ لا. احنا فرحانين باللاعبين ديالنا، حنا اللي عندنا الحق نفرحوا باللاعبين ديالنا، وحنا المنتخب المغربي ديالنا هذاك حنا اللي عندنا الحق نشجعوه، وحنا اللي عندنا الحق ننتقدوه، ننتقدوا اللاعبين، ننتقدوا المدرب، ونشجعوا المدرب ونشجعوا اللاعبين. احنا الوحيدين اللي عندنا الحق. اما نتوما فقط حاسدين. انا كنشوفها من جانب حاسدين وحاطين عينيكم غير على المنتخب المغربي. شكوى الله على اللاعبين المغاربه اللي جعل ربي سبحانه وتعالى يحفظهم وينجيهم من هاد البشر اللي تابع بهذا الشكل هكا.
يمتلكون أسود ومنهم أسد مدريد إبراهيم دياز. ما تخلونيش اقطع هدومي بقى واقلعها وامشي في الشارع من غير هدوم. يلا بقى يا ابراهيم، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. دابا شوف هادو مصريين عاوتاني، هانتوما كتشوفوا جالسين اسره ولا صحاب ولا شنو، ودايرين هاد الهيلاله على المنتخب المغربي في الوقت اللي ما كيديروهاش على المنتخب المصري. فاش تيكون المنتخب المصري لاعب وكاع ما تيديروش هاد الشيء هذا. انا ما تنفهمش انا هاد الناس هادو، انا والله انا بعدا ما تنفهمش. انا بغيت شي واحد يفهمني، والله القسم الا بغيت شي واحد يفهمني، لان يمكن انا غلطه، الله اعلم. واش هما دايرين القنوات وكيقصدوا انهم يعني يبينوا انهم كيبغيو المغرب وكيبغيو المنتخب المغربي ولاعبين المغاربه باش يطلعوا لي فيديو ديالهم ونسبه المشاهده واللايكات والى اخره، ولا المهم تنشوف انا هذا الشيء يجافي العقل. بالنسبه لي انا هذا الشيء هذا يجافي العقل، غير منطقي وغير معقول. المنتخب المغربي تيبقى منتخب مغربي يمثل المغرب، وحنا اللي قلتها قبيله، حنا اللي عندنا الحق ديال التشجيع وحق النقد. يا نهار ابيض، الواد اللي صلحها ولدنا ابراهيم، يلا ولدهم ابراهيم حط جون عالمي في اخر الواد اللي صلحها له، الواد اللي حطها له بصدره. فامو ديما المغرب، ديما المغرب. ده ماتش يعني، ده ماتش يا نهار ابيض. الله على مثالك تحضيرك، الله على ابراهيم الفنان. يا ابراهيم، الله ابراهيم، يلا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم مش ممكن، يا نهار ازرق على الجول يا جدعان، مش ممكن. الدقيقة 93 شغلوا الجول، شغلوا يا جدعان. قال لك يا باشا اللي جاي حكايات مع المغرب يا ابراهيم. يا بص المغرب يعني اداك صبر ايوب، استنى اخر حتى الجول انا عايز افك الدنيا. بص الجمهور بقى مسقف ازاي، افضل لاعب في الماتش، خد بالك خد الماتش. بس بص عشان زياش عاطف مين النجم. هذا بالسلامه غير هدف وجبناه بمشقه الانفس حتى الدقيقه 93. هذا غير هدف جبناه في اخر يعني وقت ديال المباراه. انا قلت لكم لو كان جبنا هذا الماتش هذا ديال لوسوتو كان ربحنا بشي 4 ولا 5 وكانت قامت قيامه، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. المهم كنتمنى ان شاء الله انكم تعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما عرفتش. المهم الا كنت انا غلطه كنتمنى انكم ترشدوني، هذا هو اللي انا كنتمنى منكم، انكم تساعدوني باش نشوف الا كنت انا اللي غلطه. انا تنقول من شر حاسد اذا حسد، لان حتى واحد ما تابعش شي فرقه واحده اخرى من غير المنتخب المغربي، حاضرين المنتخب المغربي فقط، رغم ان تبارك الله الجزائر رابحه الماتشات كاملين وبفارق يعني اهداف كثيره. مصر كذلك ربحت ب3 ديال الاهداف، ما كاينش اللي كيهضر عليها، حتى المصريين براسهم انتم كتشوفوا بعينيكم. المصريين ما تيهضروش حتى على راسهم وكيلبسوا كتونيه ديال المغرب، زعما راه حنايا مع ما عرفتش انا ما عرفتش واش مجامله ولا فعلا تشجيع ولا لا حول ولا قوه الا بالله. رحيم يريح، الله رحيم. لم الزبون قال له خد الثاني السلام عليكم وانت الفينش. يا لهوي، لا ده جول مردودي، ده عاطف، ده جول مردودي. المهاره فرديه ابراهيم دياز عمل لك تفاهم، خلاص الموضوع. امال انت بتتكلم فين؟ انت عندك تكتل دفاعي، جوده اللاعب فين بقى؟ جوده اللاعب الموجوده. فكده دي اعتقد درس قوي جدا منتخب المغرب. الماتش ده برضه خد بالك بيحضر اللي جاي. انت يا باشا هتواجه فرق كتير بنفس المدرس نفس الاسلوب. ما تخلونيش اقطع هدومي بقى واقلعها وامشي في الشارع من غير هدوم. اذا الى هنا غادي نقول لكم شكرا على حسن الانتباه. كنتمنى ان الحلقه تكون نالت الرضا والاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تشاركوني بالكومونتير باش نشوفوا واش انا على صواب او على خطا. كنتمنى انكم تدعمونا بلايك والاشتراك وكذلك لي كومونتير. شكرا لكم ونضربكم موعد في حلقه قادمه. الى اللقاء.